هاعمل معاكم النهارده طاجن من الطواجن المشهورة في المطاعم واللي مفيش حد بيختلف على جماله، بس مش بأي طريقة تكونوا شفتوها قبل كده، دي بالطريقة المظبوطة اللي هتطلع اللحمة معاكم دايبة والبطاطس دايبة ومستوية كويس قوي وفي نفس الوقت ماسكة نفسها مع شوية صوص عالميين ما دقتوش في جمالهم قبل كده، وشوية تريكات كده صغيرة المطاعم بتعملها. قطعية اللحمة ترجع ليكم، بس هقول لكم على حتة اللحمة اللي بتتميز دايما في الطواجن: السن والموز والعكاوي. طبعا التلات قطعيات دول بيكونوا احلى من بعض في الطاجن بتاعنا النهارده. طاسه سخنه على النار كويس جدا، فيها شويه سمنه وشويه زيت، وهنزل بقطع اللحمه بتاعتي وما اقلبهاش ابدا ولا احركها من مكانها لحد ما تاخد اللون ده. ابتدي اقلبها على الوش التاني، انا مش عايزه اللحمه تفقد اي سوائل، وبعد كده ببهرها بملح وفلفل بس واسيبها على جنب. تقدروا تعملوا في طاجن عائلي زي ما انا هعمل، وتقدروا تستخدموا طواجن صغيره. ودول بصلتين حجم كبير مقطعاهم شرايح. البهارات بتاعتي ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه مشكله. هنزل بتلات ارباعها تقريبا على البصل، ونص معلقه صغيره من السكر، ومعلقه كبيره مليانه من صلصه الطماطم. هي ما اتصورتش بس اساسي جدا نحطها. ودعكوا البصل بقى بكل المكونات دي كويس جدا لحد ما تحسوا ان البصل بدأ يفقد سوائل ويتشرب البهارات اللي احنا حاطينها. دي خطوة مهمة جدا. كمية البطاطس بتاعتكم على حسب أفراد الأسرة. أنا عاملة 6 بطاطسات حجم وسط، مقطعاها مكعبات محملة بالشكل ده، يعني مش حجمها صغير ولا حجمها كبير، بس الحجم ده مظبوط جدا لتسوية اللحمة معانا. قلبولي بقى البطاطس مع خلطة البصل بالبهارات اللي احنا لسه عاملينها، وحطوا بقية التوابل بتاعتكم، ونبتدي بقى نوزع اللحمة اللي احنا لسه محمرينها. حطوا اللحمة جوه البطاطس، يعني تحت شوية، لو انتوا بتحبوها دايبه وناعمه ومش محمره قوي. انما انا اولادي بيحبوها محمره شويه، فسبت قطعتين كده على الوش. وغطولي كل اللي عملناه ده مع بعضه بشرايح طماطم على الوش وورقتين لورا. ووزعولي في الاخر بقى شويه السمنه اللي حمرنا فيهم اللحمه، اللي بجد بيكون فيهم الخلاصه في طعم وجمال الطاجن ولمعه البطاطس. هضيف شوية مية تملالي كده تلت الطاجن من تحت، اللي هو أقل من النص شوية يعني، عشان نطلع شوية الصوص الخطيرين اللي شفناهم في الأول. قفلوا لي الطاجن كويس جدا، ورق زبدة وورق فويل، ويدخل فرن سخن كويس قوي قوي لحد ما يبدأ يغلي. هتديله تقريبا من ساعة وربع لساعة ونص. وبعد كده هفتح على الطاجن واشيل ورق الزبدة وورق الفويل، واسيبه بقى يكمل تسوية ويتحمر كده من الجناب ومن فوق شوية، والمية تبتدي تقل معايا وتاخد لها تسبيكة حلوة كده. قد ايه الوقت الإضافي؟ يعني نص ساعة كمان. كل ما سبناها أكتر كل ما كانت دايبة وخطيرة أكتر وأكتر. تقطيعة البطاطس اللي اتفقنا عليها من الأول بتفضل متماسكة، يعني واخدة الشكل بتاعها بس مستوية دايبة مع اللحمة، يعني بتاخد تسوية اللحمة. وشوفولي جمال الصوص بتاعي قد ايه تقيل ومتبهر حلو قوي، واللحمة ما اقولكوش دايبة دوابين. عملت جنبه طواجن رز معمر، وممكن تعملوا شوية رز بالشعرية. انا كده خلصت طاجن البطاطس باللحمة بتاعي النهاردة. خلاص متأكدة من سهولته وبساطته وحلاوته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوه، وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.